من روراوة إلى زفيزف كلهم فشلوا في الدخول إلى عضوية المكتب التنفيذي منذ سنة 2017. بين المال والكولسة، عن ماذا نتحدث اليوم؟ من فرض نفسه في هذه الانتخابات؟ تحدث عن الأمر منذ سنة 2017. روراوة خسر 35 صوت كاملة، أتحدث عن زفيزف 19 صوت كامل، وبهلول لم يكن رئيسا للاتحاد خسر ب4 أصوات فقط. أليس هناك شيء ما وراء هذا الشيء؟ هو الحاجة الأولى بهلول المفروض ما يترشحش. علاش؟ مش كفء ولا لا. بهلول حتى الأعضاء تاع الاتحاد ما كاين ناس مازال ما تعرفوش. رغم ذلك كان أفضلهم ب4 أصوات فقط. عنده عام. حاجة ثانية، مش بهلول نحصلوا في بهلول نقولوا بهلول ما فازش ولا. هي اتحاد الكرة اللي ما فازتش. اتحاد كورتنا ضعيفة، واتحاد الكرة تاعنا فيها أزمات كبيرة. وحاجة واحدة أخرى، احنا نتكلم على الاتحاد. الاتحاد كي تخرج من الحدود تاع الجزائر، الاتحاد ما عندها حتى قيمة. ما عندها حتى قيمة. هاي هنا ما كانش قيمة. كي تخرج غير تعبر الحدود واحد ما يعرفها. حاجة ثالثة، كواليس في افريقيا، احنا ما ديناش درس. احنا كاس العالم خرجنا من كاس العالم، مش بس ايتو شرى الحكم. افريقيا كلها شرت الحكم، مش احنا. وافريقيا وبعد خارج من افريقيا باش ما نروحوش كاس العالم. كانت مخدومه باللي الجزائر ما تروحش، تربح برا، وهنا يجي حاكم ينحي لك بيت فالابل وتخسر. هل في حمله ضد الجزائر؟ في حمله خاطر كاين لوبيات ايضا. كاين لوبيات خاطرش حنايا هنا كما قال الاخ موم، احنا ماناش متحدين. احنا في الاتحاد، انا نقول لك في الاتحاد كان هذا الزويز كي راح رشح، نصهم كانوا يتمنوا له يخسر. ما فيه شماته ضد الناس. بدلت لنا العقليه تاع الجزائريين، تبدلت. ما كانوش هاك، ولاو ساقطين حاشاكم تاع مصالح، تاع الكذب، تاع التوفيق. واحد صافي ما يقدرش يمشي معاهم، خلاص. الصفا ما كانش في هذه البلاد. كيف انت ماكش متحد في بلادك، تروح برا الناس تحب شكون معانا؟ ما نخسرش مع رئيس اتحاديه تاع كامرون ولا تاع، خسر مع واحد بلادو في الحرب وكور ما عندهمش. واحد يقول الشلماني قديم ولا جديد، وين ما عنده جذور يعني. شوف المنصب على الاقل عنده 5 سنين تحكم في المجلس التنفيذي. حكيم 4 سنوات. اسمح لي، رغم ذلك هو يريد ان يقول نقطة مهمة. انت لم يعني تنزل مع قوة واضحة، انت تتحدث عن ليبيا مع احترامنا للليبيين، ولكن تحكم المنصب. خلاص فهمت. رئيس اتحاد الكرة وين؟ بالك تهضر تاع بلاد عظمى في افريقيا، مش بلاد صغيرة. معك. حاجة ثانية، انسان مثقف قارئ جامعي، فات الجامعه، مش واحد جاي من داخل مارش كما يقولوا مارشاليير. عنده مؤهل وعنده كل شيء. ولكن البعض يقول لك سي بورايو يقول لك على انه ما فعل ولا شيء. انت يجب ان تكون حملتك قويه. ما كان ولا شيء داخليا، ما عملش حمله. كيف يكون الحمله خارج الجزائر؟ هو شوف انت لم تعمل شيء، مع احترامنا للناس الكل. لا، احنا نقولوا الصح، ما يقدرش يعمل. هو علاش ما يقدرش؟ هو كقرارات هنا في اتحاد الكره ما خدامش. ملي جا ما خداش قرار، تحب ياخذ قرار يعمل في افريقيا، ما يقدرش. نعل الشيطان هذه لازم لها واحد عفريت. هم العفارت اللي راهم حاكمين. لا هم كاينين يحكموا في افريقيا، اسمح لي، لا قاريين لا مستوى لا والو. دخلوا داو كل شيء وراحوا. سمعت؟ رانا نقولوا باللي عندنا هاد الناس، رانا نقولوا باللي كانوا هاد الناس. واش وجدوا هاد الناس في كي ما يكونوش هما؟ باسكو غوفرني سي بريفوار بور لالجيريا. اذا تخدم للجزائر اذا تخدم للجزائر، شكون هاد الناس؟ توجد لي موراك، توجد الناس اللي تقدر تدخل. اعطيني واحد. شكون هاد الناس اللي تهضر عليهم؟ لا، مثلا نعطيك مثلا الحاج روراوة كان في وقت حياته مثلا. خليني صح، راح تقول لي تبدلت الكاف. داكور، خليني نكمل. تفضل. شوف، كي ترشح روراوة وزفزف ولا زفيزف، نعم، زفيزف فرق بين السماء والارض. اكيد. خاطر روراوة نهار ترشح وخسر، ما كانش عندنا الهيئه كيما رانا دوك الملاعب والدنيا وفوق الملاعب تلعب دور، وكان الملاعب تلعب دور. كان عندنا المال سيد بورايو. حاجه ثانيه سيد بورايو كان عندنا المال. كان عندنا المال. اي صح. لازم نشوف حنايا حكيم. روراوة كان عندنا المال وبشكل رهيب. روراوة انا ما نعرفه بالاسم، هو يعرفني بالاسم. تكلمنا مره، انا ندافع على الحق. اي طبعا.
راهو خدم الكره تاع بيان سور. 30 سنه ما تاهلتش كاس العالم. 30 سنه وانت مرمي. كي كنت تلعب في اوروبا مباراه وديه يلعبوك تاع في الشوارع. وي. بعد كاس العالم شحال تاهل من كاس العالم مره؟ احنا مرتين معاه. اهل مرتين ومرتين قبله. بعد 30 سنه. والراجل خدم طلع سمعه الجزائر في السماء. اكيد. انتم بلا كنتوا هنا ما تحسولهاش انا كنت برا. لا نحسوا لها، كيف ما نحسوا لها؟ ما صح ما تحسهاش كيما برا. لا حسينا لها ودافعنا عليها في الوقت اللي اسمح لي استاذ بورايو نقاطعك، دافعنا عليها في الوقت في بلاطوات وكانوا كلهم ضد قانون الباهاماس وضد روراوا، وكانوا يقولوا ما جاب والو الفوتبول الجزائري. نو بور تو ميتر لا بريسيزيون. انت نهار تكون برا ويجيك رئيس اتحاد تاع الامارات يجيني يقول لي لطيف بارك الله فيه هذا عندكم واحد طلع لكم الكره، هذه حاجه كبيره. راهو نحى رئيس دوله. الناس في مصر مازال يحتفلوا وحجز الفندق في السودان. واش داروا فيهم بعد؟ شرمطوه. شكون اللي كان معاه؟ اسمح لي، كان معاه وليد صادي وجاهد سفيزف. شوف احنا اسكي اللي زابريباري باش يدخلوا لاكاف؟ هذا هو السؤال اللي حبيت نعرفه. خليني نتكلم لك. اذا كان ممكن تجاوبني استاذ. احنا لانغراتيتود في هذه البلاد. وي بيان سور. لي جون سون انغرا. عايشينها كل. احنا ما يعطوش كل واحد حقه. ممتاز. نهار يدوروا على واحد يدوروا عليه كامل، مثل ما حدث مع بالماضي. كيما حدث مع بالماضي. كيف احنا انت واحد اللي يخدم هو يغلط مع حكيم، ما يقدرش ما يغلطش. اللي ما يخدمش واللي ما يغلطش. صح. هي لما تشتغل، سامحني، لما تشتغل وينتهي وقتك على انه كان يجب ان تروح يعني واللي يجي وراءك، هذا واش حبينا نقولوا مع حفظ النجاحات اللي كانت. صح. انا حبيت حكيم تروح باحترام. ايه طبعا باحترام. انا تبعت القنوات مع الشيطان. انا الراجل والله ما نعرفه ما يعرفه. نعرفه صح. تغيدك عمرك. انت تقدم ما تمد كي تخرج من باب الضيق وزيد كاين ناس ما تستاهلش تجي تتكلم فيك وتتكلم في هذه. صحيح. حتى اسمح لي احنا ما نستعرفوش. سيد برايو موضوعنا واضح في هذا الامر. لماذا لم نستطع لحد الان في 3 مرات منذ 2017 من روراوا زاتشي وزفيزف لم نستطع دخول المكتب التنفيذي؟ اين المشكل في ذلك؟ هل وفرنا قاعده واضحه منذ 2017 مثلا؟ كنا احنا في الاتحاد الافريقي منذ عهد روراوا. هل وفرنا ما بعد روراوا مثلا؟ هل وفر رئيس الاتحاد السابق او الاسبق؟ ما وفرناش. لماذا لم نستطع؟ المشكله اين؟ هنا المنظومه بدات تعود سي عبد الله. نعم. كان قلت لكم واحد في الجزائر في الاتحاد كي يترشح كاين نص الاعضاء في الاتحاد كونتر عليه. كيفاش انت الناس ما تفاهمها مع بعضها. حبيت انت يرشحوا واحد ويكونوا واحد بعده ولا ما يكونوش. هنا عندنا في الجزائر بعد الطوفان حتى اللي يكون في منصب بما فيهم كل رؤساء الاتحادية. شوف يا حكيم، ما يقول لي نحب الجزائر. شوف رؤساء الأندية ورؤساء الاتحاد ورؤساء شركة اللي يروح يخليها دمار. هذا ما نراه الآن في حملة مومن. يبدو بأن الأمر الناس تتحدث على أنه انهزام زفزاف أو زفيزف. الأمر يجب أن نقول بأنه الآن خسرنا شيء، يجب أن نعمل على إعادة شيء آخر بقواعد صحيحة. تحدثنا عن المال، تحدثنا عن النفوذ، لم نستفيد من أي شيء. بارك الله فيك. هل استفدنا من غير التأهل إلى كأس العالم؟ وهل استفدنا من غير القانون الذي سوف يبقى يحمل اسم الحاج روراوا بكل فخر إنه جزائري؟ نحن نفتخر بكل جزائريين، طبعا. نفتخر بكفاءتنا، ولكن هذا ما يمنعنيش أن نقول لماذا لا نعتمد على كفاءتنا، ولماذا كفاءتنا لا تخدم لمصالح الوطن. لما انت ما راكش في المنصب تحتاجك الجزائر، تعاون الجزائر. حكيم غدوه حكيم يروح من المنصب تاعو تحتاجوا الجزائر يقول لك لا تخطي راسي اي بلادك سي محمد. اللهم ان كان حتى لا نظلم الناس، اللهم ان كان واحد ما قال روح حاول هذه ولو انا يا شيخ هذا كلام ليس رد على الحاج روراوا الذي نحترمه كثيرا. لا، الناس يتهدر في بلاصتو اللي تقول لك علاش ما سقاولوا. احنا ما على بالناش ولا سقاولوا ولا ما سقاولوش. هذا شيء نقطة استفهام. هو حلقة من الماضي. حلقة من الماضي. ايجابيات بما ايجابيات، ولكن انا اريد ان اعرف هل هو فشل؟ سؤالك نعم تفضل. سؤال مهم. اجبني. اليوم ان لم نستخلص درس مهم جدا، تعزيز
وتحصين الجبهه الداخليه. فير ان فرون لهاد الناس اللي راهم يحبوا ياكلونا، حبوا يحرمونا من التتويجات، وتوجنا اونتر بارونتيز خويا عبد اللطيف، اسمح لي حقيقة، نعم. توجنا بكاس افريقيا بدون اي جزائري في اي لجنه من لجنات الكاف، ماشي في بيرو اكزيكتيف، هكذا ولا لا حقيقة؟ لانه كانت الاسطوانه بانه بدون نفوذ ما نديروا ولا شيء. رغم ذلك فزنا 29 سنه بكاس افريقيا. يعطيك الصحه. نعم. فتحت قوس فقط. اذا اليوم يا سي عبد اللطيف لو كان ما نردوش، يعني جو بار با توا جو بار تو الموند،